شحال من واحد كان كيشك وقال بلي بونو سالات وقت، ولكن شهرين فقط قلب طاول على الجميع، من شبح الرحيل حتى المجد العالمي. هذه قصة ياسين بونو، الأسد المغربي اللي ما استسلمش. من بعد كأس العالم بونو ولا حديث العالم، ولكن الموسم بدا بصدمات في اشبيليه من حيث انه خسر الرسميه، وبدات الهضره كدور على بونو بحال بونو غادي يمشي للسعوديه، غادي يضيع المستقبل ديالو، وبزاف ديال الناس قالوا بلي غيمشي غير باش يدير الفلوس وينسى الكره. لكن بونو ماشي شي حارس اللي عادي، بحيث انه غير دخل الهلال دار بصمه من اول ماتش، تصديات خرافيه وتركيز عالي وثقه كبيره، وحتى الجمهور السعودي بدا كيهتف بالاسم ديالو، تدريب في المباريات وحتى في غربة الملابس الكل بدا كيشوف فيه القائد. رحبوا معي بنجم اشبيلية السابق ونجم اسود الاطلس والهلال حاليا، ياسين لا يرحم بونو. ومع الجوائز الفرديه والترشيحات بونو ولا من رموز الفريق. القصه ديال بونو هي درس لينا كاملين، ما كاين لا انتقال خاطئ لا نهايه قبل الوقت، كاين غير الثقه والخدمه والتحدي. ياسين بونو ولا نجم عالمي، ولكن بالاسلوب ديالو وبالقلب ديالو اللي هو مغربي. وانت واش كتظن ان ياسين بونو هو احسن حارس في العالم العربي؟ كتب لنا في كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صحابك، وخليك ديما متفائل، راه المجد كيتبنى بالاصرار.